السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم محمود سولو. وفي فيديو النهارده هقول لكم شويه ملاحظات تعملها وتخلي بالك منها لما تيجي تغير الزيت بتاعك لو انت بتشتغل بايدك في الموتوسيكل بتاعك زي كده. اول حاجه، لازم لما الموتوسيكل بتاعك تغير له زيت يكون سخن، يعني ما ينفعش تحل الطبه وتغير على طول وهو بارد، لان الزيت بيكون في الحاله الصلبه فبالتالي مش هينزل كله. فلما تسخن الزيت هيبقى شبه الزبده لما تسخنها كده، فهتضمن ان هو ينزل كله لحد اخر نقطه. ولو المكنه بتاعتك سخنه وجايه من المشوار لازم تسيبها لحد ما تبرد، عشان وانت بتحل لا قدر الله ما تفوتش الطبه وبالتالي تحتاج ان انت تروح لخراط وقصه حزين. رقم اتنين، بالنسبه للطبه بقى وانت بتحلها لازم تتاكد من اتجاه الحل، بحيث ما تبقاش انت بتربط وفاكر نفسك بتحل او بتحل وفاكر نفسك بتربط. وعشان تعرف الحوار ده من غير ما تتلخبط، لما تيجي تحل الحل بيبقى في عكس اتجاه عقارب الساعة، سواء بقى انت بتحل من فوق او واقف عادي افقي او من تحت. وبالنسبة للربط، الربط بيبقى في اتجاه عقارب الساعة ايا كان، برضو لو انت من تحت او فوق، بحيث ما يبقاش فيه لخبطه ان انت ما بتنزل تحت مسمار بيبقى من تحت بيبقى فيه عكس في الاتجاهات، فاهمني؟ رقم ثلاثة، بالنسبة للطبة بقى، لو انت الطبة بتاعتك زي كده وانت بتحلها لقيت ما فيهاش ورده فدي مشكله، لان زي ما انت شايف كده الطبه بتاعتي ما فيهاش ورده، فبالتالي قبل ما احل زي ما انت شايف في ترشيح. الترشيح ده بسبب ان مفيش ورده تعمل حبك للزيت ان هو ما يتسربش. تمام؟ فالورده دي ليها ثلاث حاجات مهمه بتعملهم. اول حاجه ان انت بتعمل حبك زي ما قلنا. ثانيا، بتخلي لو انت قربت زياده على الطبه ما تفوتش، بحيث ما يبقاش في حديد بيحك في حديد فتفوت. تالت حاجه، وانت بتحل الطبه ذات نفسها لما المكنه تبقى سخنه، الحديد برضو ما يبقاش حديد بيحك في حديد، يبقى في حاجه في النص ما بينهم تبقى هي دي الوسط، فاهم؟ فانا ما كانش عندي ورده المونيوم في الطبه بتاعتي، فرحت اشتريت واحده بجنيه ما كلفتنيش، ووفرت على نفسي حوارات ان انا ممكن الطبه تفوت او ان الطبه تبقى سخنه في حديد ماسك في حديد فترشح، والحوارات دي كلها ولا قدر الله ممكن اروح لخراط. كل ده ريحت دماغي منه بحته ورده زي دي بجنيه، مش هتكلفني حاجه، بس هو كسل بقى، فاهم؟ رابع حاجه، لو انت معكش قمع، عشان انا برضو ما كانش معايا قمع وانا بغير الزيت، فلازم الجيش بيقول لك اتصرف. فانا رحت جبت ورقه زي ما انت شايف، عملتها كانها قمع وكبيت فيها الزيت، بحيث لو انت بتغير زيت في حته مقطوعه او الظروف حكمت عليك ان انت تغير او تتعامل في حته مش في ورشه او مكان مخصص، لازم تتعامل. مفيش حاجه اسمها ما ينفعش او ما اعرفش. خامس حاجه واخيرا وليس اخيرا، بعد ما انت تغير زيت وتقفل الطبه وبعد ما تتاكد ان انت ما تقرطش عليها قوي عشان ما تفوتش، تبص بقى على مقاس الزيت ده لو عندك زي كده، تشوف بقى حاله الزيت ده ايه. تيجي تدور المكنه كده وتزود بنزين بالراحه وتشوف الزيت ده هيتسحب وهيطلع ولا لا واقف، فهو كده معنى كده ان هو كتير، وهكذا. ودايما حاول تلتزم بالسيرفيس مانوال او الكتالوج بتاع الموتوسيكل بتاعك، بيقول لك الزيت اللي تحطه تكون نزوجته ايه والكميه بتاعته تكون قد ايه، بحيث ما فيش صنايعي يقول لك حط زيت كذا وزيت كذا وزيت كذا، وكل صنايعي بيقول لك حسب الحاجه اللي هو عايز يبيعها. فانت امشي بدماغ الخواجه اللي عمل الموتوسيكل بتاعك، ما تمشيش بدماغ حد. وبس يبقى احنا كده غيرنا الزيت وحطينا الزيت الجديد. المكنه دي بتاخد كيلو 200 عشان فيها سربنتينة زيت. وبس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. وهيبقى في فيديوهات زي كده جايه كتير، بحيث لو انت واحد زي كده بتشتغل في المكنه بتاعتك بايدك او معكش فلوس للصيانه، ان شاء الله هتستفيد من الفيديوهات ديت. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايوكا، واستناني في كل جديد. كان معكم محمود سولو، السلام عليكم.